ايه اللي لم الشامي على المغربي؟ لو كنت فاكر ان السؤال ده يقصد بيه اجتماع شخص من اقصى الشرق مع شخص من اقصى الغرب، فانت غلطان. وتعالى احكي لك اصل القصة. السؤال بيرجع لزمن الازهر الشريف، واللي كان فيه طلاب من كل بلاد العالم، وكل بلد كان ليها جالية بتجتمع في رواق خاص بيها وتتسمى باسمهم. والرواق هو ركن من أركان جامع الأزهر. كانت أكبر جاليتين في الوقت ده الجالية الشامية والجالية المغربية، وكان للشوام رواق اسمه رواق الشوام، وباب اسمه باب الشوام طبعا. وللمغاربة كان ليهم رواق المغاربة، والباب اسمه باب المغاربة. وكان ممنوع إن حد منهم يدخل من باب التاني، والجاليتين ما كانوش بيطيقوا بعض، وكان ما بينهم عداوة لدرجة تحاشي رد السلام على بعض. كان الشيخ العروسي شيخ الأزهر وقتها، وحصلت فتنة بسبب منع الطعام عن الطلاب الشوام، فثار الشوام ضده وتعاطف معهم المغاربة. فالشوام كنوع من أنواع الاعتراض سدوا بابهم في وش الشيخ العروسي لما حاول يدخل، وفي نفس الوقت المغاربة سدوا بابهم لما حاول يدخل منه. الموقف ده أثار دهشة وإعجاب المصريين، ومن وقتها تداول الناس السؤال المشهور: ايه اللي لم الشامي على المغربي؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك، شير، سبسكرايب. سلام.